الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. الأوضاع في سوريا لا تبشر بخير، وهي من سيء إلى أسوأ تحت حكم أو في ظل حكم تنظيم آه، طالبان شامستان أو طالبان سوريا. هذا التنظيم طالبان أفغانستان اللي حاليا على علاقة مع الأمريكيين، أيضا طالبان سوريا على علاقة ودعم مع الأمريكيين، مع الاختلاف ما بين التنظيمين، وهذا موضوع آخر. اختلاف شكلي في بعض الأمور المتعلقة بالإقليم، في الأمور الشكلية، لكن المسألة العقدية هي يعني تنظيم القاعدة والفصائل الجهادية التي كانت تحظى بدعم من القوى الغربية والقوى العربية، السعودية، مصر السادات. كان هنالك محور لدعم هذه التنظيمات في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق منذ يعني نهاية السبعينات وحتى مطلع الثمانينات، وتعزز ذلك يعني تعزز ذلك مع مجيء حسني مبارك ومنتصف الثمانينات. أول ضحايا هذا التحالف الأمريكي، السعودي، المصري، الداعم لتلك التنظيمات، كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي انتصر، حقق نصرا عربيا مش بس مصريا، يعني حقق نصرا عربيا على إسرائيل وداعمتها أمريكا، فكان هو الضحية والأداة المنفذة وتنظيم الجهاد الإسلامي الذي كان يتزعمه الظواهري، أستاذ أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني الذي كان يتفاخر في مقابلته مع أحمد منصور بالدكتور حفظه الله أيمن الظواهري. يعني أبو محمد الجولاني هو تلميذ النجيب للظواهري، اللي صار بعدين زعيم القاعدة بعد تصفية بن لادن. هذا الحلف، الجماعات الإسلامية في البداية تمسكنت حتى تمكنت، ثم انقلبت على مشغليها. طالبان شامستان أو الوجه الجديد لتنظيم داعش الإرهابي بزعامة أبو محمد الجولاني، وأيضا الآن يتمسكن لحتى يتمكن، وأبرز الضحايا سيكون مشغلي هذا التنظيم عربيا وإقليميا وحتى دوليا. على أي حال، يعني هذه الحال البائسة، الأوضاع البائسة التي تعبر عن نفسها في الإعلام السوري، هنالك حالة من السعار الموتور في الإعلام السوري والإعلام التركي والإعلام الخليجي ضد قسد. طبعا الكل يقول لا، والأكراد حبايبنا، والأكراد نور عيوننا، والقضية ليست في الصراع مع الكرد إنما مع تنظيم قسد. لا، القضية صراع مع الكرد. هذه الأسطوانة التي كان يقولها صدام حسين، القضية مش مع الإرهابيين والزعيم الإرهابي جلال طالباني ومسعود بارزاني، يعني القضية مع هؤلاء وليس مع الشعب الكردي. هذا ما كان يقوله صدام حسين، أيضا هذا ما كان يقوله آه، أو قالته الحكومات التركية المتعاقبة، وقالها ويقولها رجب طيب أردوغان على امتداد من 2002 وحتى الآن، على امتداد 23 24 سنة. إذا هذه، والآن أيضا يكررها على أسماعنا أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني الذي
ذهب إلى نصرة صدام حسين، نظام صدام حسين، ليقاتل ضد التنظيمات التكفيرية الإرهابية ضد الأمريكيين، ونصرة لصدام حسين الذي قتل الكرد وأباد الكرد وأباد الشيعة، والآن يصدر نفسه على أنه حبيب الأكراد وتجري في عروقه دماء كردية. شو دماء كردية؟ طه ياسين رمضان أصوله كردية، طز. حقان فيدان أصوله كردية، طز. أبو محمد الجولاني مجهول النسب، أخواله أكراد، طز. شو يعني أنت جاي يعني تحمل الأكراد منيا أنه والله تجري في عروقك دماء كردية. عناصر من تنظيم داعش الإرهابي كانوا كرد، من كرد العراق ومن كرد تركيا، عادي يعني. شو الشغلة الكبيرة اللي أنت جاي تسجلها على الكرد؟ والإعلام جنون، هيستيريا تجوب إعلام نظام الجولاني ومثقفيه وإعلامييه. لماذا؟ لأنه قناة قناة شمس الكردية منعت تلك المقابلة مع نظام الجولاني، لأنه مستوى الكراهية والعداء والنفس العدواني ضد قسد كان عالي، يعني وأوقفوا البث المقابلة. إعلام الجولاني ووزارة إعلامه بزعامة قائد كتيبة الخيالة حمزة مصطفى صاروا ينشروا مقتطفات اللي بيحكي بشكل إيجابي وكيوت وحنية ومودة مع الأكراد والقصص هي، وتجاهلوا الفقرات اللي فيها نفس عدواني وتهديد ووعيد تنصل من هذا الاتفاق الذي وقع عليه أبو محمد الجولاني. هذا توقيع أبو محمد الجولاني وليس توقيعي. تنصل، ويهدد ويرعد ويزبد وكذا بالسيف التركي وبالإرهابيين الإيغور والشيشان والتركستان وكل الزبالة الموجودة في نظامه، نظام طالبان شامستان أو سوريستان. الآن بات من حق قناة شمس أن تبث تلك الفقرات، وأيضا المزيد من خلفية طالما الموضوع صار مكايدة ومكاسرة إعلامية ومزايدة. استهدفوا كردستان العراق، استهدفوا قناة شمس، استهدفوا قيادة الإقليم، استهدفوا الكرد. إعلام الجولاني بكل وقاحة وبكل صفاقة وبكل لزوجة وسماجة بيجي بيحكي عن الأكراد بشكل كيوت. لك يا غبي يا بغل، أنت جاي تضحك على مين؟ جاي تضحك على مين؟ أنت خطاب الكراهية ضد الكرد لم تستطع إيقافه. أنت فشلت في لجم أبو الميش يا جولاني، أنت فشلت في لجم الإخبارية وكل هؤلاء الزعاطيت اللي بينعقوا على الكرد قياما وقعودا وليلا ونهارا. جاي تبيع حنان ومودة ودماثة وكذا على مين؟ على مين يا جولاني زي ما بيقولوا الأخوة المصريين؟ هذا اتفاق اللي بيحكي عنه الجولاني. الأصدقاء الأعزاء، هذا هو الاتفاق. البند الأول: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية. ضمان حقوق جميع السوريين. أين الدروز في العملية السياسية الموجودة حاليا؟ أين العلويين؟ أين السريان اللي لازم يكون موجود في هذه العملية السياسية الانتقالية طبقا لهذا الاتفاق؟ هي المنظمة الآثورية السريانية، مش عند قبوات، مش كم واحد بعثي سرياني موجودين حاليا في إعلام الجولاني. لا، لازم يكون هنالك كيان سياسي يمثل
الهوية السياسية الحقوقية القانونية النضالية الوطنية للشعب السرياني الآثوري. وينهم؟ مش موجودين. علويين مغيبين، سريان مغيبين، أرمن مغيبين، كرد مغيبين. وين هاي العملية الانتقالية؟ البند الأول يا جولاني يا كذاب، البند الأول من هذا الاتفاق أنت قفزت عليه ومش بس ودعست عليه في يعني بإطلاق الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني المزيف الكاذب، بتشكيل برلمان، بتعيين برلمان مزيف وكاذب، بإطلاق إعلان دستوري مزيف وكاذب. أنت جاي، هذا البند الأول، هذا لا يتعلق بقسد، هذا يتعلق بك وبحكومتك، بمسؤوليات والتزامات دولتك ونظامك. البند الأول أنت هل التزمت به؟ لا. البند الثاني شو بيقول؟ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية. طبعا أنا سبق وذكرت أنه لا، مجتمع أصيل في المجتمع السوري أو في سوريا، مش في الدولة السورية. الدولة السورية تتغير، كانت بعثية والآن جولانية، كانت بعثية والآن سلفية جهادية. شكل وعقيدة الدولة وهوية الدولة تتغير، لكن سوريا تبقى دائمة، المجتمع السوري يبقى دائم يعني مستمر. حتى في الصياغة غلط، بيقول والله أنا اللي حطيت، أنت اللي حطيت، حطك برص وسبعة خرص إن شاء الله. المجتمع الكردي، ما بيقول الشعب الكردي، المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وين؟ في الإعلان الدستوري شفنا شيء؟ لا. وبمنتهى الصفاقة والوضاعة والنذالة يطلع الجولاني وبيقول هن ما خلوا يسووا انتخابات. لك يا مجهول النسب، تعيين وتنصيب أعضاء مجلس الشعب تبعك بتعتبرها انتخابات؟ أي انتخابات؟ المهم، هذا البند أيضا من مسؤوليات الدولة، من مسؤوليات الحكومة الانتقالية، من مسؤوليات الرئيس الانتقالي المؤقت نظام الجولاني، لم ينفذه. البند الأول والبند الثاني: وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. طبعا المعني قصد وغير قصد، الدولة أيضا شريكة في هذا البند. أنتم بالتزاماتكم ومسؤولياتكم كدولة كوزارة الدفاع، هل أوقفتم إطلاق نار في كافة الأراضي السورية؟ في السويداء سويتوا مجازر، هجمات على سد تشرين وهجمات على حي الأشرفية في الهجمات الأخيرة، في الغزوة الأخيرة. هل أنت التزمت بهذا الاتفاق؟ البنود الثلاثة الأولى لم يلتزم بها الجولاني، وجاي يضحك على عقول البسطاء من حاشيته ومن حاضنته ومن مشغلي ومن داعمي وبعض يعني في المجتمع الدولي وفي امريكا بيضحكوا على، يعني بيشوفوا كلامه. يعني الجولاني صاير والله رئيس دولة وبيحكي وبيحط وبيشيل القصص هي. البند الرابع من هذا الاتفاق: دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في هذا البند اللي بيركزوا عليه. بيقفزوا من فوق البند الأول والثاني والثالث وبيركزوا على هذا البند، بند الاندماج وبند الاستسلام. وحتى بهذا البند بدهم اياه يكون على الهوى التركي، اندماج قصد كأفراد مش ككيان سياسي عسكري مهم ووازن. بدهم يعني وفق مزاج. طبعا هذا الاتفاق الراعي والامريكي توم باراك، وهم ايضا الامريكيين ايضا تنصلوا من هذا الاتفاق. شو كمان؟ البند الخامس: ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية. من الدولة السورية. شو سوى الجولاني ونظامه؟ زاد من عدد النازحين الكرد والمهجرين الكرد قسرا بغزوته على الحيين الكرديين. هذا أيضا انتهاك صارخ لهذا الاتفاق. دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد، نظام الأسد والتهديدات التي تهدد أمنها. يعني أنت لم تلتزم بكل هذه الأمور، وأنت اعتديت على قسد
وشيطنت قسد. والآن أيضا الحرب الإعلامية شغالة في هذا الخصوص، وبدك قسد تأتي وتلتزم وتسلم لك الأمر والنهي. هي لا تحلم فيها، هي لا تحلم فيها، لا أنت ولا حاضنتك، لا أنت ولا زبانيتك ما تحلموا أنه قسد تستسلم. أعتقد وأجزم، لا خليني ما أجزم، يعني أعتقد غالب الظن إن خيار الكرد هو خيار المقاومة. سيكون ذلك واضح في الأيام القادمة. لكن تعالوا نسأل، مع ارتفاع مستوى التصعيد، من هم أعداء قسد في سوريا؟ من هم؟ لكي نفكك هذه الكتلة الصلبة اللي بيحكوا عنها في الإعلام السعودي والإعلام الخليجي، أنه هنالك تفويض شعبي ودعم شعبي للجولاني ولنظام الجولاني. من كل هذا التصدير والتسويق والتنميق والتلميع لهذا النظام الشنيع، خلوها هيك فيها شوي سجع يعني باللغة العربية. من هم أعداء قسد؟ أولا، الذين يعادون قسد أنواع وطبقات، ولكل نوع سبب وخلفية لعدائه. لنبدأ بذكرهم قسما قسما أو جزءا جزءا. أولا، تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق، داعش بحاضنته وفلوله ومثقفيه وإعلاميه. وسبب هذا العداء لقسد أنه قسد دمرت دولتهم وخلافتهم المزعومة. هذا قسم من الموجودين حاليا في سوريا من أعداء قسد. القسم الثاني، تنظيم القاعدة الإرهابي في العالم العربي والإسلامي بحاضنته وفلوله ومثقفيه وإعلامه، لأن هذا التنظيم ينظر إلى قسد كقردة وكفرة وملاحدة وخنازير وعلمانيين ويساريين وكفار وأعوان أمريكا وإسرائيل. هؤلاء أيضا تنظيم القاعدة الإرهابي جزء أصيل من الفريق المعادي المناهض لقسد داخل سوريا. ثالثا، من هم القسم الثالث من هذه الجبهة العظيمة الشعبية؟ الجزء الثالث، التنظيم الدولي والتنظيمات المحلية لجماعة الإخوان المسلمين بحاضنته ومثقفي وإعلامي. يعني جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في لندن، المصريين منهم والفلسطينية واللبنانية والسوريين، كلهم على بعضهم بربطة المعلم كما يقول الإخوة المسلمون أو الإخوة المصريون، بربطة المعلم. كل دول بعجرهم ببجرهم هم جزء أصيل من هذه الجبهة المعادية لقسد. طبعا كل هذه التفاصيل هي تفريخات الإسلام السياسي، يجتمعون تحت بند الإسلام السياسي. تنظيم الإخوان المسلمين يعادي قسد في سوريا وفي تركيا وفي لندن وفي هنا في بروكسل في بلجيكا وفي كل مكان. هنالك عداء مستحكم. طبعا هذا العداء يأتي طبعا كعداء للكرد أيضا، مش بس لقسد كتنظيم سياسي، لا هو عداء للكرد. وبيجي بيقول لك صلاح الدين والعلماء والفقهاء المسلمون الكرد ساهموا وكذا، ونحن تحب الكرد عبيدا، تحب الكرد قتلى وموتى، تحب الكرد ناكرين لحقوقهم وهوياتهم وثقافتهم وشخصيتهم. هكذا يحب الإسلامي المسيس في جماعة الإخوان، في تنظيم داعش،
في تنظيم القاعدة هكذا يحبون الكرد، تماما على الطريقة الأردوغانية في محبة الأكراد والاندماج، يعني وجوده كعدمه. الكردي ضمن فضاءات وسلطات هذه الجماعات، وجود الكردي كعدمه، تابع وذليل وخانع وناكر لشخصيته وهويته وحقوقه، ببند كلنا أخوة وكلنا مسلمون ومن هالقصص هاي كلها. إذن هذه أيضا خرجنا منها. هذه الأطراف تشكل تنظيم داعش الإرهابي، تنظيم القاعدة الإرهابي، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي، تشكل النواة الصلب والعقل الأيديولوجي الموتور الهمجي الذي يفلسف العداء لقسد باعتبار قسد، أو باعتبار هذا العداء لقسد نصرة للدين وحماية للإسلام والمسلمين إلى آخر تلك الأكاذيب عن الحاكمية وما تنضح به فتاوى ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن قطب، وأقصد سيد قطب، وابن القرضاوي، وأقصد الشيخ القرضاوي المعروف. هل يتوقف العداء لقسد عند هؤلاء؟ طبعا لا. إذن من هم البقية؟ تعالوا نعد البقية، لأن احنا خلصنا من الإسلام السياسي، تنويعات الإسلام السياسي المعادية للكرد في شخصية قسد. الآن نأتي إلى القسم الآخر. واحد، حثالة ووساخة اليسار العربي القومي الذي تحالف مع الفريق الأول، مع الإسلام السياسي العربي، اليسار العربي والإسلام السياسي العربي. حثالة ووساخة اليسار العربي الذي تحالف مع الفريق الأول الذي ذكرناه آنفا، وعلى سبيل الذكر لا الحصر يمكن ذكر الحزب الشيوعي السوري، المكتب السياسي الذي أسسه رياض الترك. هذه الجماعة التي تحولت إلى حزب الشعب، غيرت اسمها، هذه الجماعة قدمت نماذج من الساسة والمثقفين والإعلاميين الذين تشربوا العداء للكرد من شيخهم رياض الترك، الذي ناصب العداء لخالد بكداش لأنه كان كرديا أو ينحدر من أصول كردية، وليس لأنه شيوعي مارق ومتحالف مع حزب البعث. عداء رياض الترك لخالد بكداش لم يكن أيديولوجيا محضا يتعلق بالماركسية والشيوعية واليسار، لا، كان قوميا عربيا، يعني عداء قومي عربي لشخص كردي ضمن البيئة اليسارية الشيوعية السورية. وخالد بكداش هو مؤسس الحزب الشيوعي السوري في سوريا. وبالتالي هؤلاء الذين ينتمون أو بقايا تيار رياض الترك أخذوا منه ورضعوا منه هذا العداء للكرد. هذه الوساخة اليسارية العروبية قدمت لنا نماذج مشوهة من الساسة كجورج صبرا، ومن الصحفيين والكتاب كغسان ياسين، والأسماء في هذا السياق أو في هذا الإطار أكثر من أن نحصيها الآن. هذه أيضا فرغنا منها. القسم الثاني من هذه الجبهة، جبهة أعداء الكرد وقسد في السورية، فلول البعث العربي السوري الذي حكم سوريا وقمع الكرد على امتداد نصف قرن، وهضم حقوقهم وظلمهم وحاول تعريبهم. هؤلاء كانوا مستفيدين من النظام السابق، جلهم من حشود جنجويد، هبت هبت لبت لبت. جل هؤلاء البعثية الموجودين الآن حاليا مع نظام الجولاني هم يعني قبليين عشائريين من الدير، من الرقة، في المهاجر،
في كلهم بدون استثناء يعني، وحتى من الحوران وفي كل اللي كانوا مستفيدين، اللي كانوا بعثيين سابقين وانشقوا عن هذا النظام أو افترقوا عن هذا النظام لسبب أو لآخر. هؤلاء كانوا مستفيدين من النظام السابق، جلهم من حشود جنجويد، هبت هبت لبت لبت، أخذوا معهم عداءهم السابق للكرد من إلى داخل النظام السوري الحالي، وهو نظام طالبان شامستان أو طالبان سوريا. يعني على سبيل الذكر لا الحصر، أسعد الزعبي وسميرة مسالمة وآسيا هشام ورياض حجاب ورياض نعسان آغا وغسان عبود وغسان إبراهيم وغيره وغيراته. هؤلاء جزء أصيل من كتلة العداوة العنصرية والفاشية للكرد المتوارية خلف العداء لقسد. هل تبقى؟ هل يقتصر الموضوع عند هؤلاء؟ لا، هنالك جزء آخر، جزء كردي. الآن أعداء قسد من الكرد هم كرد، ولكن يصطفون بعدوانيتهم وبعدائهم مع نظام الجولاني ضد قسد. من هم هؤلاء؟ هم خصوم حزب العمال الكردستاني من كرد سوريا، الذين ينظرون إلى تلك الخصومة على أنها أبدية، ونقلوها أي لتلك الخصومة إلى قسد، باعتبار أنه قسد يعني لا يخفى على أحد دعم حزب العمال الكردستاني ووجود حزب العمال الكردستاني ضمن قسد، وهذه قلتها ولا أنكرها يعني، وأرفضها طبعا، أرفضها. لكن بهذه الحجة هم يرون، هؤلاء الخصوم يرون أن إرهابي كبير مثل الجولاني يحظى الناس كلها تناست أنه هذا إرهابي وهذا مجرم وهذا سافل وهذا قاتل، وصاروا يدعمونه لأنه يمثل العروبة، يمثل السنة، يمثل المسلمين. لكن كردنا الأفاضل من خصوم حزب العمال الكردستاني لا يمكنهم أن يضعوا خصومتهم مع حزب العمال الكردستاني جانبا في هذا الصراع الوجودي، مع نظام داعش والقاعدة والأخوان الذي يحكم ويستحكم بسوريا. هم مصرين، بيعتبروا أنه لا، يعني هذه معركتهم الأزلية والأبدية ولن يتزحزحوا، وعملية التزحزح هذه تعتبر يعني هزيمة وانتكاسة لهم في مواجهة حزب العمال الكردستاني. لا، يعني الجولاني ولا حزب العمال صحيح السيء والأسوأ، لا، سنختار الأسوأ لمحاربة السيء، للاستمرار في الخصومة مع السيء. هذا القسم أسماءهم معروفة يعني. ونظام الجولاني يتواصل معهم يعني سرا، يتواصل مع هؤلاء باعتبارهم الكرد الشرفاء الوطنيين الذين لديهم مواقف مشرفة، لأنهم يعادون قسد وهم معروفون ولا يستحقون ذكر أسمائهم. سيقرؤون هذه وسيشاهدون هذا الفيديو وسينتابهم الغضب حول ذلك، لأنه يعني مكشوفين ومفضوحين، لكن لن يشعروا بالخجل. يعني هؤلاء ما بيستحوا، يعني هم كرد نعم، وربما يكون منهم ساسة ومثقفين نعم، لكن ما راح يخجلوا. ربما يتمادوا في الخصومة وفي العداوة إلى مستويات يعني الفجور، وربما يتراجعوا يعني. المهم القسم الأخير وهو القسم المضحك يعني. أما زبالة الزبالة
أو أصنص الوساخة التي تعادي قسد من بعض المحسوبين على الكرد، فهم معروفين أيضا ومنبوذون، ولا قيمة لهم في الميزان الثقافي والسياسي الكردي، ومضبوطون بعلاقاتهم مع النظام السابق والحالي. مثل مين؟ أحيانا الأصدقاء والمتابعين يقولون لي اذكر لنا نماذج مثل فطون حيصبيس أو فاتن رمضان، الدكتورة الكاذبة اللي هي مش أصلا دكتورة، وهي متورطة في جريمة قتل في قزلتبة، وهربت من قزلتبة لأنها تورطت في موت امرأة حامل وصفت لها أدوية يعني آه، غير صحيحة، فماتت السيدة وجنينها وهي هربت على فرنسا. فطون حيصبيس ومين كمان؟ علي تمة، هذا النكرة اللي ما بيعرف لا يحكي كردي ولا يحكي عربي مثل عالم الناس، هو مطرود من حزبه، حزب الوحدة، حزب يكيتي بزعامة شيخ آلي، بتهمة الاتجار بالحشيش والمخدرات. تصوروا حزب شيخ آلي يطرده، وهلا صاير ناشط لا وبيقدموه الباحث وسياسي. رخص وتفاهة إعلام الجولاني وصل بهم إلى هذا المستوى، أنه يقدموا واحد لا بيعرف يحكي مثل عالم الناس بالعربي أو بالكردي على أنه كاتب وباحث. رديف مصطفى المحامي الفاشل اللي أنا بعرفه بشكل شخصي، والتقيت برديف مصطفى مرة واحدة في كوباني 2007، التقيت فيه. هذا المحامي الفاشل بالوثائق اللي أنا شفتها بعيني، شفت إفادات رديف مصطفى بعيني وقرأتها هيك بخط الإيد، أنه كان على علاقة مع المخابرات، مخابرات أمن الدولة ومخابرات العسكرية في كوباني، ويلقون لهم أخبار الأحزاب والتيارات السياسية. قيادات من حزب المستقبل أو تيار المستقبل السوري قالوا لي أنه مشعل التمو الشهيد الكبير الشهيد البطل قبل اعتقاله الأخير على جسر قراقوزاق خرج من منزل رديف مصطفى على ما يبدو كان وقت ذاك على علاقة مع مشعل التمو غالبا، وهذه معلومة من هذه القيادات داخل تيار المستقبل، أنه من وشى بمشعل التمو لدى المخابرات السورية هو رديف مصطفى. الآن رديف مصطفى يعتاش في تركيا على نفقة المخابرات التركية. مين كمان؟ عبد العزيز التمو صديق رديف مصطفى، صديقه عبد العزيز التمو النكرة البعثي المنبوذ المكروه ضمن العائلة. أقسم بالله، وهذا القسم أنا يعني أمامكم وأمام الله، يعني حتى يوم القيامة لو أقولها، لو كان مشعل التمو الآن حيا لبصق في وجه نظام الجولاني والجولاني وعبد العزيز تمو وحسن الدغيم كمان على البياعة ورديف مصطفى كمان، لو كان مشعل الآن حيا. ولو يعني أداة شرطية تفيد يعني امتناع الامتناع أو امتناع الوجود. مهم مين كمان؟ هذه الكتلة اللي أنا سميتها زبالة الزبالة، يعني أو أصنص الوساخة. طبعا في كل شعب هنالك يعني وساخة، يعني هؤلاء أيضا محسوبين على الكرد. طبعا شو اسمها هي الفاتن القبالية، يعني من قرية قبالي. هنالك أنا معني الآن بما هو موجود حاليا، أصولهم كانوا كرد والآن يعتبرون أنفسهم عربا. التات والسلاخ والقبالية هذا موضوع، والمحلمية
يعني نعم هنالك محلمية مثل الفنان الكبير الراحل محمد شيخو، وهنالك محلمي مثل القاتل والجزار الكبير الشيباني. أنا شو بدي أسوي يعني؟ قبل 100 سنة شو كان، الآن ما هو؟ محله من الإعراب الآن قاتل وإرهابي ودموي. هؤلاء يعني هي القبلية كمان محسوبة على الأكراد، مش مشكلة فلنحسبها على الأكراد، نعطيها هذا الوسام، لكن حتى ولو كانت كردية فهي من ضمن هذه ضمن وساخة الوساخة الداعمة لنظام الجولاني. الآن أما أعداء قسد الإقليميون والدوليون فهم أيضا معروفون، وجلهم يندرجون ضمن اللوب السياسي والاقتصادي والإعلامي التركي القطري، بما فيهم عزمي بشارة ومؤسسات عزمي بشارة وتفريخات هذه المؤسسات التي قدمت لنا يعني نماذج من الباحثين والكتاب والإعلاميين من أسوأ ما يمكن، على رأسهم حمزة مصطفى الذي كان يشتم يعني وينتقد بشدة التيارات الإسلامية والجهادية والسلفية الجهادية في الدوحة ب2012، ولا صاير جزء من هذا النظام. غسان ياسين أنا يا جماعة ما لكم علي يمين، أقسم بالله في البودكاست اللي صوروا معي قبل سقوط النظام، وهو الذي اتصل وتواصل وكذا، والمهم وأنا استجبت قبل سقوط النظام، قسما بدماء شهداء الثورة السورية ودماء شهداء الكرد والعرب والسوريان من كل المكونات، ما خلى غسان ياسين سطر مغطى على الجولاني والإخوان والائتلاف وحمزة مصطفى وتلفزيون سوريا، وقال أنه هو ملاحق ويعني غير قانوني، موجود في تركيا بشكل غير قانوني، وبيدقوا براغي لدى المخابرات التركية وبيكتبوا فيه تقارير وكذا، ولم يكن راضيا أبدا عن أداء تلفزيون سوريا وأداء حمزة مصطفى والكل. والآن يأتي ويقول لا أسمح لك، هذا فخامة الرئيس أحمد الشرع وليس أبو محمد الجولاني. شفتوا مستويات الصفاقة والوقاحة والنفاق والتملق والكولكة وتمسيح الجوخ لدى هذا الرحط الموجودين. الكل يعني الفيديوهات موجودة يعني، بس ما في خجل. عرق الحياء والخجل مضروب عند هؤلاء، مضروب. كل من كان يشتم في عرض ويخوض في عرض ونسب الجولاني الآن يمدح في الجولاني، أولهم حسن الدغيم وأمثاله كثر. إذا هذا اللوبي اللي قلبه النابض هو التحالف التركي القطري السعودي. بعد سقوط نظام بشار الأسد انضمت السعودية والإمارات إلى هذا التحالف، والأدلة يعني في أداء الإعلامي والسياسي واضح. هل السعوديين لا يكثرون من إصدار البيانات فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، وهذا يعني عين العقل، لكن ماذا أفعل بهذا الضخ الإعلامي الشنيع والشديد الكراهية ضد الكرد والشديد التحالف واللامهني في دعم نظام الجولاني وجرائم والتغطية على جرائم نظام الجولاني؟ ماذا أفعل بهذا يعني؟ المهم السعودية والإمارات التي كانت تدعمان قسد كراهية في تركيا والأخوان في فترة من الفترات، الآن دخلتا في هذا التحالف لأسباب تخص الدولتين، مصالح الدولتين. المهم ويعني نتيجة تسويات وتفاهمات وتقارب تركي مع السعودية، تقارب تركي
مع الإمارات تقارب قطري سعودي، كل قطري إماراتي، كل هذه التفاصيل يمكن فهمها وتحليلها وتفكيكها. لكن الكل الآن هذا اللوبي الإقليمي محصور في هذا الاتجاه. مصر حتى الآن لم تتورط، لم تشارك ولم تدعم نظام الجولاني، وهذا اللي مخوزق نظام الجولاني. هذا اللي مخوزق نظام الجولاني انه حتى الان مصر وهي من هي بوزنها الجغرافي، بوزنها الثقافي، بوزنها الاعلامي، بوزنها السكاني 100 مليون، مصر حتى الان صامده ولم تسقط في هذا اللوبي القذر الذي يدعم نظام الجولاني. حتى الان مصر صامدة. إلى أين وإلى متى ستبقى صامدة لا أعلم، لكن هذا الصمود يستحق الشكر والتقدير لمصر قيادة وشعبا. مصر التي يصار إلى التطاول عليها، على شعبها وعلى قيادتها في الشام، في الشام، وهذه لم تحدث على أيام استحكام العداء بين حافظ الأسد وأنور السادات وحافظ الأسد وحسني مبارك. ما طالعوا مظاهرات منددة وتشتم تشتم الرئيس المصري، فخامة الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي. هذه ما الشتائم والمظاهرات التي خرجت في المدن السورية على زمن الجولاني من حاضنة الجولاني ومن أنصار الجولاني لم تشهدها سوريا على زمن حافظ الأسد وبشار الأسد مع الأسف الشديد. إلى أين وإلى متى ستبقى مصر مستمرة في صمودها ولا تركع لهذا اللوبي المتشكل حاليا لدعم نظام الجولاني والتغطية على نظام الجولاني؟ أنا لا أعلم. حتى هذه اللحظة صمود مصر إعلاما، قيادة وشعبا ومثقفين يستحق الاحترام والتقدير. هذا أيضا يعني نقطة كان ينبغي علي قولها وذكرها في هذا الفيديو. والسؤال: من هم أصدقاء قسد؟ نحن حكينا عن أعداء قسد، خصوم قسد، من السوريين كردا وعربا، من الإقليميين كمان حكينا، ومن الدوليين والشركات الكبرى البريطانية الأمريكية فيما يتعلق بالنفط والغاز، كل هالتفاصيل. هذا اللوبي اللي حكينا عنه. توم باراك أيضا جزء من هذا اللوبي التركي وليس الأمريكي، التركي القطري السعودي الإماراتي. توم باراك كمان في قلب هذا اللوبي ضد قسد وضد الكرد. وتوم باراك لا يمثل تماما كل الإدارة الأمريكية. المهم السؤال: من هم أصدقاء قسد وسط هذا العداء المستحكم؟ هذا السؤال والإجابة عليه سأتركه في فيديو آخر.